بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ النهاردة الفيديو بتاعنا بالشكل القمر ده. هنعمل سجق بيتي بدون طاقة بصراحة، لأن أنا سألت على الطاقة اللي ما يعرفهاش. دي الطبقة اللي بيتغلف بيها السجق، تمام، اللي هي الأمعاء الرفيعة خالص بيقولوا عليها طاقة. جيت أسأل عليها بصراحة لقيتها غالية جدا، فقلت أنا هعمله من غير طاقة، تمام، أو هانك بيقولوا عليه هانك برضو. ده بقى شكله، بصوا انا لما عملته شايفين قد ايه هو متماسك، مفكش مننا ولا باظ مننا. احلى سندوتشات سجق هتعمليها ونضيف، وبجد هتوفري كتير. يعني كيلو السجق بقى سعره غالي جدا. احنا هنعمله النهارده برضو بطريقه هتوفر معاكي، هنشوف هنعمله ازاي. اعملي بقى الله كده تغيير عن مثلا كل يوم بنعمل خضار وكده، تغيير في الغدا. ممكن تعمليه في الغدا، تعمليه في العشاء، براحتك خالص. بجد الطريقة هتعجبكم قوي. هنشوفها معانا في الفيديو. وما خدش مننا وقت، فرمناه في الكبة وعلى البوتاجاز مع فلفل وطماطم وبصل، خلص السجق. نشوف معانا بقى المقادير بتاعتنا. دي نص كيلو لحمة، نحاول نجيب فيها نسبة دهن. يعني مثلا على الكيلو هتحطي 200 جرام، على نص كيلو 100 جرام، تمام. توابل بقى، السر كله في توابل السجق يا جماعة. توابل السجق: قرفة، بابريكا، حلبة مطحونة، كاري، فلفل اسود، ملح، كزبرة ناشفة، تمام. دي التوابل بتاعتنا. ومطحون الورق اللورا على الحبهان. معانا بيضة، معانا 3 قرون من الفلفل الأحمر، ومعانا معلقتين كده من البقسماط، وكوباية من البروتين، تمام. كوباية واحدة على النص كيلو، ما نكترش. هو الفكرة ان احنا عايزين ننعم المكونات خالص على قد ما نقدر عشان يبقى متماسك معانا. وبرضو البيضة هتعمل لنا عامل من عوامل التماسك. هنحط بقى معانا كده شوية من الكمون، وشوية من الكزبرة، تمام، وشوية من مطحون الورق اللورا او اللوري او الغار على الحبهان او الهيل. بطحنهم كده مع بعض، بستخدمهم في حاجات كتير بصراحة، بيبقى ريحته تحفة الحاجة. دي الحلبة المطحونة. يعني انتوا اول ما هتيجوا تعملوه في الطاسة السجق ده، هتشموا ريحة التوابل، هتحسوا خلاص هو سجق، الريحة طالعة ما شاء الله. دي قرفة، شوية من القرفة، شوية من البابريكا. لو عندك في خلطة السجق موجودة في السوبر ماركت هاتيها، بس هي دي بأمانة كل بهارات السجق اللي هتطلع لك معاكي احلى سجق. حطينا فلفل اسود، هنحط كاري، وادي الفلفل الاسود والملح بتاعنا. زي ما قلت لكم احنا هنحط كل المكونات دي، او نسيت اقول لكم، ونحط قد مثلا 6 فصوص من التوم. السجق ما بتحطش فيه بصل يا جماعة، بلاش نحط بصل في السجق. ده الملح، انا محطتش بصل خالص. والبيضة هنحط كل المكونات بتاعتنا زي ما قلت لكم، هنفرمها في الكبة لغاية ما تنعم خالص معانا. والله ما عندكيش حاجة تطحني فيها المكونات دي، ممكن انتي تقلبي كل حاجة على بعضها زي ما بنعمل كده كفتة الرز، وتروحي للجزار يفرمها لك. بسيطة يعني، بلاش نعقد الأمور. دول معلقتين كبار من البقسماط، ودي كوباية البروتين أنا نقعتها في شوية صغيرين من المية. وده التوم، وده الفلفل الأحمر، عايزة تحطي فلفل بارد أو حامي براحتك خالص.
أنا بقى أثناء خلط المكونات أنا هكلمكم يا جماعة عن البروتين يعني أنا واحدة من الأشخاص اللي كنت فاكرة إنه مضر، لكن بصراحة أنا قريت عنه وجايبة الكلام ده عن دكاترة بصراحة، يعني أنا مش جايباه. فهو يا جماعة هو في مادة ماشي شبه هرمون الاستروجين الموجود عند الإناث، لكن الموجود فيه استروجين ضعيف، يعني المادة اللي موجودة في البروتين ده استروجين ضعيف جدا ملوش أي تأثير على الذكور. تمام. وبعدين أصلا الذكور في جسمهم استروجين لكن بتركيزات قليلة مش زي اللي موجود عند الإناث. تمام. وبيبقى عندهم هرمون الذكورة هو اللي عالي ده عند الذكور. بروتين الصويا بقى أو الصويا تمام ملوش أي تأثير على هرمونات الذكورة، بل بالعكس ده هو بيساعد على الحماية من سرطان البروستاتا. وزي ما قلت لكم كيلو اللحمة يتحط عليه ربع كيلو من البروتين، يعني مثلا مش هنشوف زي المنتجات اللي بتبقى اللي احنا بنجيبها الفروزن من بره، بقى مثلا عامل لك عرض على برجر على اي حاجة من المجمدات دي بتبقى رخيصة جدا. انت لو جيتي تبصي هتلاقي ان نسبة البروتين عالية جدا، اللي هو بروتين الصويا ده عالية جدا، يعني نسبة اللحمة قليلة جدا الربع مثلا وهو التلات ارباع. ده طبعا انت كده هو في طبعا كده انت في مادة الاستروجين كده كتيرة على الكمية اللي محطوطة بتاعت اللحمة، فلا احنا بنعمله بنسب معتدلة يا جماعة. زي ما قلت لكم انا حاطة كوباية واحدة بما يعادل كانت 50 جرام انا وزناها بالظبط 50 جرام. ممكن تحطي لغاية اتفقنا النص كيلو ممكن تحطي عليه تمن كيلو، تمن كيلو اللي هو نص الربع. انا فرمت بقى كل المكونات معاكم بالشكل ده وهبدأ اعملها بقى شكل السجق. شايفين بايدي كده انا جايبه كيس تلاجة فرد عليها وطبق فيه شوية زيت وبرفع كده بحاول يعني اخد شكل السجق، لان احنا عارفين احنا عاملينه من غير الهنك او من غير الطاقة. يعني بصراحة انا سألت عليها لقيتها ب80 جنيه، انا مش عارفة ايه السبب، يعني كانت هي الاول رخيصة جدا. بيحطوها في ملح كده عشان يحافظوا عليها. بصراحة انا قلت اوفر ونعمله من غير الطاقة او الهنك. شايفين بقى انا بعمله صوابع وبحطه في الاطباق كده بينه اكياس وبجمده في الفريزر. شايفين كل صابع متماسك، بتطلعي على قد ما انت عايزة. في الطاسة كده بنسخنها بشوية زيت صغيرين، نبدأ نحطه ونسيبه بس ما نقلبوش اول ما نحطه. يا دوبك خد الصدمة وانا قلبته. شايفين جماله ما فكش معانا ولا حاجة عشان احنا حاطين له البيضة. تمام. وبرده كام معلقة البقسماط احنا بنقلبه كده في الطاسة. انا حطيت فلفل وطماطم وبصل معاه، وتحطي شوية ملح وشوية فلفل. وبألف هنا وشفا. عملنا السجق ادانا برضو النص كيلو كمية حلوة زي ما انت شفتي. اعمليه في غدا اعمليه في عشاء. مش لازم تروحي تشتري الكيلو بعدي الوقت 200 جنيه. ممكن نعمله احنا على ايدينا بطريقة موفرة جدا. اتمنى ان فيديو النهاردة يكون عجبكم واستفدتوا منه. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.